بضغط له 1 واي. حديد التوب امده من فين لفين؟ حاجه عند اخر البقعه المومنت وديها 60 فاي؟ مفيش الكلام ده. امال ايه؟ قال لك والله at least على الاقل 1 third of the negative moment reinforcement at a support shall have an embedment length beyond the point of inflection. At least the greatest of دي و12 دي بي وال ان على 16. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تلك الحديد يكمل معاك، تلك الحديد النيجاتيف يكمل معاك بعد نقطة الانقلاب اللي هي البوينت اوف انفليكشن مسافة الأكبر من 3، يا إما دي لبس البلاطة، أو 12 دي بي، أو ال ان المسافة من أول هنا لحد هنا على 16. تمام؟ طيب تيجي تقول لي طب أنا عندي شبكة، الشبكة مكملة من الأول للآخر، ده الأديشنال صح؟ طب تعالى كده نحسبها مع بعض. أنا كان عندي شبكة توب في المنطقة دي مش محتاجها، أنا حاططها بس عشان الشرينكج. فأنا مثلا حاطط شبكة 5 في 10 توب، الاديشن اللي كنت محتاجه هنا 10 في 16. كود قال لك ايه؟ قال لك ثلث ال 10 في 16، هقول مثلا 4 في 16، لازم يخضع للقانون ده ان هو بعد البوينت اوف انفليكشن امشي مسافه ما. فلو انت جيت من عند وش السبورت مديتها وليكن مثلا متر ولا 2 متر، او جيت على النقطه دي بتاعت الانفليكشن وقفلت السيخ، ما حطيتش الحته الاكستندد دي، هل انت كده حققت اللي الكود عايزه؟ لك تلت، يعني انا عايز 4 في 16 مكملين من الحته دي، من الحته دي لغايه الحته دي. واضحه؟ فبالتالي في الوان واي تشوف البوينت اوف انفليكشن وتمد زياده عنها الدي 12 دي بي او ال ان على 16. طبعا انت تبقى داخل عارف وضعك ايه. انا داخل مثلا عندي البلاطه بتاعتي كانت مثلا 20 سم، فانا عرفت كده ان انا همد البوينت اوف انفليكشن اول حاجه 20 سم الا شويه من ال 20 سم. خلاص؟ 12 دي بي بالنسبه لي دي مبهمه لسه ما اعرفش، وال ان على 16. فعندي مسافه مثلا من سبورت للسبورت كان مثلا 8 متر، 8 متر على 16 هيديني رقم معين، يبقى انا كده عندي 20 سم و8 على 16 والحاجه الثالثه اللي هي 12 دي بي. فاقول والله مثلا انا هسلح وليكن الاديشنال بتاعي كله هفترضه مبدئيا في 16، يبقى انا عندي الرقم الثالث كام كذا، يبقى انا همد من بعد البوينت انفليكشن مثلا نص متر. طب جالي منطقه ما محتاج ان انا اسلح فيها مثلا في 20 مش في 16، دي بس اللي هدرسها. فبقى داخل السقف انا عارف اصلا همد قد ايه بعد البوينت اوف انفليكشن. خلاص؟ حياه البوتوم انا بيتكلم عليه، يقول لك ايه يا سيدي؟ يقول لك الكونتينيوم فليكشر تنشن، انا بتكلم تحت كده في حديد البوتوم reinforcement shall have an embedment length at least LD beyond the point where bend or terminated tension reinforcement is not longer required. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا همشي ال دي بعد ما يكون مش محتاج هذا الحديد. يبقى انا عندي البارابوليك بتاعتي اللطيفه هي هتبقى عامله كده، في عندي شويه حديد هنا، هقيس من الحته دي ديفلوبمنت لينث ال دي، والكود بيلزمك بالجزئيه دي هنتكلم فيها ان شاء الله المره الجايه. يعني الكود بيلزمك بشده ان شاء الله المره دي، بيلزمك بشده فكره ان تتني حديد، ما تخليش الحديد عامل كده. لا. تمام؟ طيب. تعالى نكمل بقى على التو واي ونختم بيها. التو واي الكود مقسمها لك لكولوم ستريب
ميدل ستريب. طبعا مش همشي الحقيقي في الكولوم بشكل وفي في الميد ستريب بشكل يعني، فانا همشيها خدهم على الجفرن اللي هي كولوم ستريب بتاعتي. تلت البحر يا باشمهندس، تلت البحر اللي يكون قال لك ايه؟ قال لك حديدك في النيجاتيف يتمد من وش العمود 30%، تقريبا وتقريبا هي كانت فكره السيخ اللي 2 متر ونص و3 متر مش قاعده خالص، هو تلت البحر. طب انا مش هقعد اشوف دلوقتي 1 واي ولا 2 واي ولا ايه حكايتها، احسب الاكبر في الاثنين وخده معاك، ما عنديش مشكله في ده. وحد السقف كله على قانون واحد، تلت البحر او الثلاث قوانين اللي هناك اللي هي ال 12 دي بي او الدي او اللهم صل على سيدنا محمد 12 دي بي او الدي او ال ام اللي هو البحر على 16، ما عنديش مشكله. بس فكره ان هي بنتكلم في تلت البحر يعني كده في الطول، وحد حتى كلها بشكل واحد ما عنديش مشكله معاك. لكن مشكلتي مني هتكون في ايه؟ حط لي سيخ قليل ما يشتغلش معاك اصلا. واضحه دي يا جماعه؟ طيب البوتوم، قال لك البوتوم يخش لي جوه برجل 150 مللي، تمام؟ واتليست سيخين يخش جوه برجل، ده في الكولوم ستريب. في الميدل ستريب قال لك انا ممكن اعديها لك انك تدخلي في الميدل ستريب بس 150 جوه، تمام؟ بناخد ايه؟ ناخد السفشنت اكتر، ان على الاقل 2 بارز لازم يخشوا ويعملوا ريفيو، تمام؟ هحط اديشنال احط برجل مش خسران حاجه يعني. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.